في مرة جاءوا الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له باش نأمنوا نديروا اتفاق، انت تعبد آلهتنا عام كامل وحنا نعبد الله وحده عام آخر، وتكون العبادة عام بعام. فنزل الله تعالى هذه السورة الكريمة وخاطب رسوله الكريم صلوات الله عليه وقال له يرد عليهم. وش قال له؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. الله عز وجل قال محمد قل، وأمروا أنه يناديهم بصفة اللي نكروها وهما الكافرون. وش قال لهم؟ لا أعبد ما تعبدون. بدأ بالكلام على نفسه، قال لهم أنا ما نعبدش آلهتكم اللي راكم تعبدوها درك في الوقت الحالي اللي هما الأصنام. وبعد ما هدر على نفسه هدر عليهم، قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وانتم تاني على بالي بلي ما راكمش قابلين تعبدوا الله وحده لا شريك له. يعني وش راني نعبد أنا ما أعبد. وبعد عاود هدر على نفسه ولا أنا عابد ما عبدتم. شوفوا مع الأول في الآية الأولى قال لهم لا أعبد ما تعبدون درك، وفي الآية هذه قال لهم ولا أنا عابد ما عبدتم. وش عبدتوا في الماضي، على خاطر الآلهة تاع الكفار متغيرة، ما عندهمش إله واحد. كانوا يعبدوا في الماضي حاجة ولو يعبدوا في الحاضر حاجة، وفي المستقبل يقدروا يعبدوا حاجة واحدة أخرى. ما عندهمش إله واحد كما المسلمين. يعني ما نعبدوش راكو تعبدوا دوك، ما نعبد وش عبدتوا من قبل. بعد عاود هدر عليهم قالهم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هدر على نفسه ومن بعد عليهم ومن بعد على نفسه ومن بعد تيك عليهم. وش نلاحظوا كي يهدر الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تعودت مرتين في هذه السورة بنفس الصيغة، يعني نفس الجملة. ما كانش كيما هما حاضر وماضي تعبدون عبدتم، ولكن كاين جملة واحدة ولا أنتم عابدون ما أعبد تتعاود زوج خطرات. علاه؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يعبدوا إلها واحدا في كل الأزمان، في الماضي وفي الحاضر، ما كانش تغير كما بالنسبة للكفار. وزيادة على هذا هما كي كانوا بكري في الجاهلية يعبدوا الآلهة ديالهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد وحده في الغار عمره ولا عبد الأصنام اللي كانوا يعبدوها الأهل ديالو. وفي الأخير ختمها الله تعالى بقوله لكم دينكم ولي دين، يعني ولي ديني. لكل واحد فينا طريق ودين خير لنفسه، والله يحاسبنا على ما نفعل. وكاين بزاف ناس مسلمين وللأسف يستعملوا هذه الآية لكم دينكم ولي دين وكأن معناها نختاروا الدين اللي نحبوه، وهذا خطأ. لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما كان حتى دين من غير الإسلام. ونفكركم في الأخير ونفكر نفسي باللي اللي يقرأ هذه السورة الكريمة 4 مرات له أجر قراءة القرآن كاملا، على خاطر هي تساوي ربع القرآن. هذا ما يجزيش عن قراءة الورد اليومي ديالنا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا تاني باش نقراوها قبل ما نرقدوا على خاطر تبرينا من الشرك. وثبت باللي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الكافرون أول ركعة من سنة الفجر، وقل هو الله أحد في ثاني ركعة من سنة الفجر. يعني هدوك 2 ركعات نصليهم قبل ما نصلي صلاة الفجر نعيطرهم سنة الفجر. الركعة الأولى كان يصلي بسورة الكافرون، والثانية كان يصلي بقل هو الله أحد. وهذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي لازم نتمسكوا بها باش ندوا الأجر بإذن الله.